السلام عليكم، أنا زينة. فيديو اليوم راح يكون عن قبل ما نبدأ، شنو رأيك تروح تشترك وتحط لايك وتعليق يحفزني أكمل بهذا المحتوى. ونبلش. ملاحظة، هاي العناية تسووها مرة بالأسبوع. أولا كونوا على علم يقين إنه ما في شي من هاي الخلطات مضرة، وأنا معتمدة على هاي العناية منذ 5 سنوات. أولا اغسلي وجهك بأي غسول. ثاني خطوة بخار الماء لتنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء. قم بغلي ماء وعرض وجهك لبخار الماء المغلي، ولا تنسي وضع منشف فوق رأسك للتعزيز. عرض وجهك لمدة 6 دقائق. ثانيا تقشير. ملعقة قهوة، ملعقة سكر، زيت زيتون، اخلطيهم معا ووضع الخليط على وجهك وقشريه بشكل دائري لمدة 5 دقائق. 3. ماسك لتفتيح البشرة. اطبخ الأرز بدون ما تكوني ضايفت له شي. حط الأرز بالخلاط ومعه حليب وزيت زيتون. حطيه على البشرة لمدة 10 دقائق أو أقل. 4. ماسك لشد وتقليل الحبوب وتوحيد لون البشرة. ابشري خيار، خذي ماء الخيار واخلطيه مع النشا وحطيه مدة 6 دقائق على البشرة. تقدر لإزالة هالات السوداء تحطي أما خيار أو طماطم أو بطاطس حسب الموجود. اغسلي بشرتك ولا تنسين ترطبيها. من ضمن العناية بالجسم وإزالة الشعر الجسم، تقدرين تسوين هاي العناية قبل أو بعد إزالة شعر الجسم. أول، أبقى الجسم رطب تحت الماء لمدة طويلة، ساعة أو نص ساعة. ثانيا صناعة مقشر جسم مكون من قهوة، سكر، زيت زيتون أو زيت جوز الهند، سائل استحمام أو سائل الصابون. واختياري ثالثا ماسك اختياري لتقليل الإسمرار في مناطق الجسم، نشا الذرة وماء الورد، زبادي، كركم، زيت جوز الهند. اخلطيهم وحطيهم لمدة 15 إلى 20 دقيقة. عناية بالقدمين بعد تنقيعها ساعة بالماء. تقشيرها بالحجر القدم وبالماسك التقشير اللي صنعناه للجسم. ترطيب الجسم وتعطيره وقص الأظافر وتنظيفهم. طبعا هاي طريقتي بالعناية بالشعر هي إنه كل أسبوع خليهن لفترة طويلة قدر الإمكان، وأسوي سكراب للشعر عادي، هو قهوة وسكر وشامبو. أفركه بفروة الراس وتدليك بالشعر بالمدلكة وترطيبه بزيت جوز الهند بعد الحمام. وبس، أتمنى إني قدرت أفيدكم. إذا عجبكم الفيديو وفاتكم لا تنسوا تحطون تعليق تحت. باي.